هل جوستو لو رافينيا بدأ هيبقى قادر على رافينيا؟ سونيك ما قبل مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا. حان الوقت عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد التشيلساوي العزيز في المباراة اللي احنا كنا مستنيينها من ساعة ما سمعنا القرعة. المباراة او اتفرجنا على القرعة عشان ما يبقاش فلاح برضو. المباراة اللي يعني تحس ان هي بذكريات قديمة كل تشيلساوي شايلها في قلبه. تحس ان هو يعني احنا مستنيين الماتش ده من بدري. بصراحة لو هتكلمي عن توقعاتي ما توقعتش، او انا توقعت بصراحة ان انا هنلعب برشلونة، بس عارف اللي هو التوقع اللي هو من تحت لتحت ده، اللي هو اكيد لا يعني اكيد مش برشلونه يعني، ولكن وقع الاختيار على برشلونه. الحمد لله ان هو في الستانفورد بريدج. اي نعم احنا خسرنا هتبقى فضيحه اكبر، ولكن مش مشكله عادي. اظن ده هيبقى احسن من ان انت تروح تلعب في الكامب نو. حاليا عندي ثقه، مش عايز اقول عمياء، ولكن انا حاسس ان احنا كويسين يا جماعه. يا جماعه احنا كويسين والله العظيم. انا حاسس هيطلع عليا ميمز قد الدنيا من صحابي بالذات في بعد الماتش، ولكن والله احنا كويسين. يعني حتى لو خسرنا احنا لسه كويسين برضه. يعني مش هحس ان هو نهايه العالم، ولا حتى لو خسرنا على فكره الماتشين. يعني لو خسرنا ماتش برشلونه في ارسنال انا ما عنديش مشكله. احنا كويسين، احنا عاملين فول اكسبكتيشن بتاعتنا بتاعت السيزون ده. انا شايف ان احنا عاملين فول اكسبكتيشنز. انت بتلعب بخط دفاع سيء، انت بتلعب من غير نجمك الاساسي، عندك نقصات اسمها نقص في بعض الاسماء اللي عندك في السكواد اللي هي محتاجه تتسد. فاوفر اول انت، ومع ذلك زي ما بقول لك انت مركز ثالث او حاليا انت مركز ثاني في الدوري.